رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مش هقول وحشتوني من الفيديو اللي فات لان انا بصراحة كده اتأخرت عليكم قوي في تنزيل الفيديوهات، وانا عارفة ان انا كنت مقصرة معاكم، بس عارفة كمان ان انتوا كلكم بتحبوني وبتستنوا فيديوهاتي وكده، وعارفة ان انتوا هتسامحوني لان بصراحة والله العظيم كانت ظروفه يعني خارج ارادتي. هحكي لكم كل حاجه في الفيديو ده باذن الله. بس المهم ان احنا معانا النهارده روتين قوي جدا، تحفيزي حلو قوي في الشقه الجديده بقى. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهارده على الغدا، ونشوف يومنا هيكون ماشي ازاي. ما تنسوش تحطوا اللايك، ما تنسيش لو انت مش مشتركة في القناة تنوريني باشتراكك، ولو انت ضيفة جديدة اكتبوا لنا تعليق علشان نعرف نرحب بيكي. عايزة اقول لكم دي كانت نص فرخة. انا بجيب الفراخ كده، يعني لو فرخة على بعضها او فرختين مثلا بكون جايباها وبقطعها مثلا على وجبتين، الفرخة على وجبتين، وببشر بجيب بصلاية مبشورة وعليها في قرن فلفل. بس في اليوم ده انا مكنتش حاطة عليها فلفل عشان كده قطعته عليها اهو زي ما انتم شايفين، وطماطمية. لو في فلفل احمر ماشي مفيش اي مشكلة. وبكون ساعات بحط فيها البهارات، يعني بحط البهارات في الخلطة دي واقوم دعكاها معاها كده وادخلها بيها في الفريزر. وساعات مش بحط، ساعات بحط البهارات البودر واسيب البهارات اللي هي الجافه العطريه، يعني ان انا احطها بعد كده. المهم انا هنا حطيت ايه شويه من الفلفل الاسود وشويه من بهارات الفراخ. طبعا انا حطيت الاول ايه معلقتين من الزيت، وحطيت الفراخ تتشوح كده وحطيت عليها قرن فلفل زي ما شفتوا، وبعدين حطيت عليها فلفل اسمر وحطيت عليها بهارات فراخ، وحطيت عليها حوالي نص كوبايه ميه مغليه، وبعدين وطيت عليها النار خالص وسبتها ايه مع نفسها كده. عايزه اقولكم جربوا الفراخ بالطريقه ديت، يعني بصوا هتدمنوها، مش هتعملوها غير بالطريقه دي فيما بعد يعني. جبت كمان كان عندي كده حبيتين من الكوسه، وكان عندي حبيتين بطاطس، وكمان جبت قرن فلفله وحبيتين من الطماطم. ولو حابين فلفل حامي هاتوا واعملوه. ابتديت ان انا اجرد الكوسه كده، لو انتوا مش بتحبوها كده قشروها بالقشره عادي جدا. بس هي انا بحس ان هي بتدي تسكيره حلوه كده في الاكل لما انا بشتري يعني ايه طبقه خفيفه خالص من القشر كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم في اليوم ده كانت الكهرباء عماله تروح وتيجي، يعني ما كانتش ثابته على وضع. المهم قشرتهم كده وخدتهم على الحوض علشان اغسلهم، وقطعتهم شرايح زي ما انتم شايفين كده. طبعا البطاطس مع الكوسه مع الفلفل الاخضر بنفس الطريقه كده كلهم قطعتهم بس حاولوا تعملوهم كلهم ايه بنفس الحجم. المهم هخلص الخضار هقطعه كده، وبعدين ايه عندي الصلصة في التلاجة، كنت عاملة قبلها كشري مصري، كنت عاملاه قبلها بيوم يعني. فاتبقى معايا شوية صلصة، فطبعا مستحيل يعني هنرميهم في الغلا والأسعار الغالية دي. كل حاجة اقتصدي منها كده. حطيتهم على صينية البطاطس، وعايزة اقول لكم كانوا زي الفل يعني. ما كانش مش هيقولوا لا معاكي يعني. طبعا كلكم الفترة اللي فاتت سألتوا عليا وسألتوا انا ليه غبت الفترة دي كلها، وسألتوني وحشتينا وبعتولي رسائل كتيرة قوي. بشكر طبعا اي حد بعت لي رسالة واي حد سأل عليا. انا عايزه اقول لكم ان انا بصوا زي ما انتوا محتاجين الفيديوهات والروتينات والحاجات دي، زي ما بتشجعكم كده وتخليكم تعملوا شغل البيت وبنشجع بعض، يعني بما اننا بنشجع بعض بصفه عامه. هنا الفراخ كانت استوت، فابتديت ان انا نشيلها من نص كوبايه ميه. عايزه اقول لكم دي كلها ميه نازله منها. ابتديت ان انا ازود الميه دي. بيبقى طعمها تحفه على فكره. زودتها بقى ايه بشويه ميه، وكمان صينيه البطاطس هي زي ما انتم شايفين ابتدت ان هي تغلي معايا. انا طبعا من وقت للتاني كنت ببص عليها. والرز هعمله بالطريقه التقليديه العاديه بتاعتنا خالص. وقرب ما يجي ينشف هعمله شويه زعفران. عايزه اقول لكم بقى، انا الفتره اللي فاتت ديت كنت بنقل من شقه لشقه. انا طبعا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا كنت بنقل من شقه لشقه. تاني حاجه ان انا كنت طبعا في ظروف صعبه جدا في النقل ده وانا بنقل. اضطريت ان انا ابعد عنكم شويه حلوين يعني وكده. فمش عايز حد يزعل مني، مش عايز حد يكون زعلان مني منكم علشان ان انا بعدت وكده. عايزاكم بس كلكم تدعولي، ولما تعرفوا ان شاء الله انا بعدت الفتره اللي فاتت دي ليه كلكم هتفرحوا وهتتبسطوا يعني. اتمنى ان انا ما اكونش ضيفه تقيله عليكم، واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم. وهستنى
هقول لكم باذن الله على السبب الرئيسي في ان انا ما بنزلش فيديوهات الفتره دي، وكمان مش قادره انزل فيديوهات الفتره دي. ده غير ان التليفون بتاعي برضو عايزه اقول لكم باظ برضو معايا الفتره اللي فاتت. يعني كان في شويه لخبطه، شويه ضربات كده زي ما بيحصل لاي حد يعني في حياته. فالمهم يعني ان انا مش محتاجه منكم غير دعواتكم الجميله، بس تدعوا لي كلكم. و آه، مش عارفة هنزل لكم فيديوهات قريب تاني ولا لا، بس دول ان شاء الله كله افضل انزل وارجع انزل لكم زي الاول. انا عايزه اقول لكم التليفون بتاعي مليان فيديوهات مصوراها، بس ما نزلتهاش. آه، ده كان اخر فيديو يعني عملته، فقلت استأصل ان هو انزل الفيديو ده وخلاص يعني. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده، كان عندي شوية المواعين بتوع الاكل، واحنا بنجهز في الاكل وكده. دول اخدتهم غسلتهم، وغسلت الحوض كمان معايا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا دي بقت حاجة رئيسية ان احنا بنغسل الحوض زيه زي المواعين بتاعتنا. يعني لازم أن يكون كده ايه نضيف دايما عشان يفتح نفسك كده على غسيل المواعين وعلى الوقفة في المطبخ. جبت شوية، هنا كان الرز ناشف بقى، وجبت شوية زعفران اهوت دوبتهم. لون زعفران مش بودرة زعفران، طبعا لو متوفر عندك بودرة زعفران يا سلام بقى. اللي هي مش البودرة، اللي هي مادة الزعفران نفسها، بهار الزعفران. دي بقى بتبقى تحفة، بس هي غالية جدا ومش اي حد يعني بيعرف يجيبها وكده. المهم هنا عايزة اقول لكم اهوت صينية الخضار زي ما انتم شايفين كده، اخدت لون حلو قوي. تعالوا بقى نروح على الفراخ. عايزة اقول العلبة ديت فيها كوباية من البقسماط، ونص كوباية من النشا، نشا الذرة، النشا اللي هي العادية خالص، وكمان نص كوباية من الدقيق. بعملهم خلطة كده وبحطهم في علبة في التلاجة، وبحطهم افضل استعمل منهم. قلبت، وكمان جبت شوية شوربة العادية خالص اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي. و بحطها بقلبها في الشوربة، وبعدين بحطها في الخلطة بتاعتنا دي. بتعملك احلى فراخ مقرمشة، وبيبقى طعمها عايزة اقول لكم مميز جدا بصراحة، بتبقى تحفة. لو عندك بقى ويا سلام بقى لو عليها كيس فيجيتار، بيخلي طعمها تحفة. مفيش فيجيتار، حطي معلقتين من بهارات الفراخ. طبعا هنا كانت طبعا بتحاول تساعد معايا. عملتها بقى يعني عايزة تزودي طبقات الكريسبي، اعمليها كذا مرة في الدقيق وحطيها تاني في الشوربة وكده، زي ما انت شايفة كده بالمنظر ده. وبعدين بحطها بقى المفروض نحط زيت غزير، بس انا حطيت كده في شوية زيت على قدنا كده. مش ما تكتروش بقى طبعا، اقتصدوا بقى اليومين دول. ازازة الزيت بقت بالشيء الفلاني، وكل حاجة بقت غالية، فحاولوا تعملوا اللي نفسكم فيه، بس كل حاجة بقى بالمعقول. زي ما انتم شايفين كده، كمان صينية الخضار دخلتها الفرن اخدت لون، وشايفين لون الفراخ تحفة ازاي. وهنا الرز كمان اهوت بعد ما اتردد وطيت عليه طبعا شوية، وعملته كده في اطباق زي ما انتم شايفين. وده الخضار بتاعي. وكمان كنت غاسلة جرجير كده على جنب، وحطيت كمان الشوربة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الجرجير اهو. وتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشفا يا رب على قلب اللي اكل. وجربوا الوصفة ديت، على فكرة هتعجبكم قوي. ما تروحوش في حتة بقى، وتعالوا نعمل مع بعض التحلية الممتازة دي. انا عايزة اقول لكم ان انا كنت بعمل في التحلية والاكل على النار، بحيث ان انا سوقت يعني. حطيت هنا زي ما انتم شايفين كده 3 كوبايات من الدقيق، وحطيت عليهم كيس من الخميرة الفورية، وحطيت عليهم كوباية ونص مية. وابتديت سبت نص كوباية تاني لحد ما اقلب كده اشوف القوام هيظبط معايا ولا لا. احتجت لو احتجت بقى بحط، ما احتجتش مش بحط بقى. عايزه اقول لكم احتجت ربع كوبايه كمان، يعني اخدت معايا حوالي كوبايتين الا ربع. وعايزه اقول لكم كمان اعذروني ان انا بقالي شويه كتار مش مسجلتش فيديوهات، فهتلاقوني مش متلخبطه، هتلاقوني مشدوده شويه. ف يا ريت يعني تستحملوني في الفيديو ده، وان شاء الله نرجع لبعض قريب قوي، وباذن الله هرجع اصور فيديوهات، وكل حاجه ترجع زي ما كانت ان شاء الله. حطيت كده 3 معالق كمان من النشا، انا كنت نسيت احطهم في الاول. وحطيت نص معلقه صغيره من الملح، يعني حوالي ربع معلقه من المعلقه الكبيره. وابتديت ان انا اقلبها طبعا. اظبطي القوام بقى زي ما انت شايفه كده، شايفين القوام ده القوام المظبوط بتاعها، بس المهم تدي لها حقها في التقليب لحد ما تنعم معاكي. انت هتشوفي الشكل الوقتي
يعني انت بتفضلي تضربيها كده بمعلقة خشب او تضربيها بايدك، يعني مفيش مشكلة. شايفين في الاول كانت مكتلة وكانت عاملة ازاي، دلوقتي بقت ناعمة اهي. وده القوام بتاعها بعد ما اهو شايفين. ده القوام اللي انا محتاجاه تبقى نازلة من المعلقة كده تقيل، تنزل معايا بصعوبة. هبتدي بقى ان انا اغطي عليها، اسيبها بقى واغطي عليها علشان تخمر. احطيها بقى في الفرن. طبعا لو الجو برد قوي زي الايام دي كده، بتبتدي ان انت تحطي تحتها كوبايه ميه مغليه مثلا في طبق او حاجه، وهغطي عليها بقى وهسيبها احطها على جنب في الفرن. معايا حوالي نص ساعة كده، يعني خدت نص ساعة معايا تخمير. ما طولتش قوي لان كان الفرن شغال. كنت شغلت ادخل فيه الصينيه وكده، وكان كذا حاجه شغاله حواليا. فعايزه اقول لكم يعني كان المطبخ درجه حرارته عاليه في اليوم ده. المهم زي ما انتم شايفين كده، ابتديت ان انا عملتها ونزلتها في اكياس، اللي هو كيس اللبن العادي خالص. نزلتها في الكيس كده. بس بعد طبعا ما خرجت الهوا منها. لو انت اشتغلت فيها وهي فيها هوا كده، عايزه اقول لكم هتعمل اشكال فضائيه، وبتبقى بصوا حاجه يعني مش واو خالص. دي طبعا الزلابية او العوامات او لقمة القاضي زي ما انتوا بتقولوا عليها. عايزه اقولك في الوقت ده كمان تقدري، لو انت حسيتي مثلا الكميه كتيره معاكي، تقدري تشيليها في الفريزر وتخرجيها في وقت تاني تخمريها. مش هتقول لا، يعني تحطها في الفريزر مش هتقول لا. بقى حطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت اجيب المقص وفتحت فيه فتحه صغيره خالص، وابتديت ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الحجم ده بتاعكم حاجة ترجع لكم يعني. حابين تعملوها مثلا كبيرة زي ما انتوا حابين تعملوها صغيرة. انا في الاول جت كبيرة معايا لحد ما ظبطت المقاسات كده. لان بيني وبينكم كده كانت اول مرة اعملها في الكيس. بس هي ما شاء الله كانت سريعة، وكانت منجزة عن ان انت تعمليها بايدك وتحط جنبك بولة فيها زيت كده. وتحس الموضوع كده هيبقى يعني مكلف جامد، وهتحتاجي زيت كتير يعني في الموضوع. المهم انا ابتديت ان انا اقلبها كده، وعايزه اقول لكم وهي بيضه كده بتتاخد وتتحط على جنب، لسه ما اخدتش اللون بتاعها. وبنفضل نعمل كذا طاسه بنفس المنظر كده وبنفس الطريقه. وطبعا لو حسيتوا ان الزيت سخن معاكم قوي، ابعدوا الطاسه كده بحيث ان اللي تحطوه ما يتحرقش معانا. تمام. المهم عملت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. آه، اخدت نص تلوينة، وبعدين رجعت حطيتها بقى في الزيت تاني في نفس الطاسة اللي كنت بستعملها. وحطيتهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واللي تاخد لون ببتدي ان انا اخرجها معايا. طبعا درجة اللون الذهبي بتعمليها على حسب ما انت حابة القرمشة بتاعتها. حباها مقرمشة قوي سيبها تلون قوي، لو ما انتش حباها مقرمشة بتسيبيها مثلا بتاخد لون ذهبي بسيط خالص كده، جولد بسيط كده. وبعدين تشيليه. عايزه اقول لكم هنا الشربات انا كنت عاملاه من قبلها. لازم الشربات بتاعها بيكون ساقع. الشربات بتاعها عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ونص من الميه. وببتدي ان انا اوطي عليهم من النار حوالي 7 دقايق، وبعصر عليهم نص ليمونه. وبكده بنكون خلصنا الشربات. انا بعمله بقى، بعمل حوالي كيلو سكر مثلا، كيلو سكر. وبحطه عندي في التلاجة لاي بقى اي تحلية اعملها، بتفضل عندي زي كده، بخرجه بقى واستعمله. يعني بيكون جاهز معايا في التلاجة، لان اغلب الحلويات بتبقى معمولة بشربات ساقعة. فبكون بريح دماغي يعني من الموضوع ده، وبحطه عندي في التلاجة. المهم هنا اللي بتبتدي تاخد لون بخرجها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بنخرجها من الزيت مباشرة على الشربات، علشان تبتدي ان هي تشرب، لان بتكون سخنة والشربات بيكون ساقعة. خلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده. اعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اطلع اللي اتلونت معايا. عملت دور وهرجع احط الدور اللي بعد. عايزة اقول لكم هي كان طعمها تحفة بجد، يعني هي كانت جميلة. جربوها بس بالطريقة ديت وهي هتعجبكم بإذن الله. ما تنسيش لو انت لسه ما حطيتيش لايك على الفيديو، انزلي حطي لايك واشتركي في القناة، وكمان فعلي زر الجرس وانتظرونا الفيديوهات الجاية. عايزة اقول لكم التصوير مهزوز والزاوية مش مظبوطة، وكمان مش عارفة اثبت الكاميرا على الاكل وانا بعمله وكده. يعني لحد ما على حسب ما قدرت يعني ان انا اعمل الفيديو ده عملته. فانا عايزه اقول لكم ما تزعلوش مني يعني لو في اي تقصير. هنا طبعا البوتاجاز هخلص وهغسله على طول.
فانا قلت بقى بهدله ببهدله نخلص وبعدين نغسله. وكمان عايزه اقول لكم اللي ورا البوتاجاز ده دهان، يعني نص الحيطه من فوق بس بلاط، انما من تحت دهان. فهو اللي كان واقع عليها دي كانت ميه، وكان دهان كمان، كان نوعه اللي هو الجير ده. فبتبتدي ان هي لو ميه بيضة حتى بتعمل لون كده، اما باجي اغسل البلاط بلاقيها بتعمل لون كده زي ما انت شايفين. المهم عملت هنا الزلابية او لقمة القاضي او العوامات زي ما بتقولوا عليها. شايفين بقى الجمال والطعامة والحلاوة، بصراحة تحفة تستاهل بقكم. جبت كمان من البسكوت اللي انا كنت شارياه ده، عايزة اقول لكم كانت علبة كنت شارياها كانت ب50 جنيه. ابتديت ان انا اكسرها على لقمة القاضي كده زي ما انتم شايفين، وتعملوا بقى سهرة سعيدة كده لكم او لكم. وعايزة اقول لكم تحلية اقتصادية وسهلة وسريعة، مش هتاخد منكم اي وقت. وكمان جربوا طريقتي في الفراخ هتعجبكم قوي. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة كده بظهر الغيب. ما تنسوش كمان تسيبوا لي تعليق حلو منكم. بحبكم جدا في الله وبشكركم على حسن المتابعة. لو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنسيش تحط لي لايك وتشتركي في القناة، وكمان ما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. انا عايزه اقولك في الوقت ده انا كنت نظفت المطبخ بتاعي، وكمان كان الحوض ما كانش فيه اي مواعين وما كانش فيه اي حاجه يعني ان هي تبات في الحوض وكده. اشوفكم على خير بقى الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.